المعاناة في دار الأيتام. يبدأ فيلمنا في بريطانيا وتحديدا في القرن ال19 مع طفل يتيم وفقير اسمه أوليفر. يأخذه رجل يدعى بامبل وهو مسؤول في الكنيسة ويقتلاده إلى دار الأيتام. ولأن أوليفر صغير في السن لم يكن يسمح له بالجلوس في دار الأيتام دون مقابل، فإذا أراد الأكل والشرب والنوم كان لزاما عليه العمل عند مسؤولي الجمعية الخيرية. ولم يكن بمفرده، بل كان هناك الكثير من الأطفال الصغار مثله يعملون في شتى الأعمال الشاقة مقابل قوت يومهم. وذات يوم اشتد الجوع بالأطفال فقرروا عمل قرعة فيما بينهم، ومن يقع عليه الاختيار يذهب ليطلب زيادة في الطعام. ولسوء الحظ وقعت القرعة على أوليفر. تقدم أوليفر بكل براءة وطالب بزيادة في كمية الحساء، فثار غضب المسؤولين واعتبروا تصرفه وقاحة وتمردا. ذهب المسؤول عن الجمعية إلى الإدارة العليا لإبلاغهم بما حدث، وصادف أنهم كانوا يتناولون الطعام على مائدة حافلة بالخيرات. قررت الإدارة معاقبة أوليفر على فعلته، وعلقوا إعلانا على باب الجمعية يعرضون فيه الطفل للتبني بمبلغ رخيص جدا. مر رجل يعمل في تنظيف المداخن وقرأ الإعلان فدخل لشرائه وذهبوا به إلى القاضي لتسجيل العقد. لكن القاضي عندما نظر إلى أوليفر شعر بشفقة كبيرة تجاهه ورفض إتمام الصفقة. بعد ذلك قام مسؤولو الجمعية ببيعه لشخص آخر يعمل في صناعة التوابل وتجهيز الجنازات. عندما وصل أوليفر إلى بيته الجديد رمت له خادمة المنزل بقايا طعام الكلب ليأكله، وفرشت له ينام على الأرض في مكان بارد. وفي الصباح التالي أخذ أوليفر طعامه وجلس بعيدا، لكن ابن صاحب المنزل بدأ يتنمر عليه ويسخر من كونه يتيما بلا أم. لم يتحمل أوليفر إهانة والدته الراحلة، فثارت ثائرته وهجم على الفتى وضربه. سمعت الأم الصراخ فجاءت مسرعة وحبست أوليفر في غرفة صغيرة عقابا له. في الليل استغل أوليفر الفرصة وهرب من المنزل. ظل يمشي ويقطع مسافات طويلة في البرد حتى تمزق حذاؤه ونفد طعامه. سقط أوليفر مغشيا عليه من التعب، فوجدته امرأة مسنة طيبة، أخذته إلى بيتها وأطعمته. أخبرها أوليفر برغبته في الذهاب إلى لندن، فحزنت عليه وحذرته من مخاطر الطريق، لكنه شكرها وواصل رحلته. عند وصوله إلى لندن التقى بفتى يدعى تشارلز، وهو فتى متشرد ينتمي لعصابة من الأطفال الأيتام يتزعمها رجل عجوز يدعى فاجين. أخذ تشارلز أوليفر إلى وكر العصابة، وهناك قدموا له الطعام والمأوى. عاش أوليفر أياما سعيدة في قصر السيد براونلو، وتلقى عناية فائقة وتعرف على الرجل الطيب أكثر، واشترى له ملابس غالية وثمينة. وعندما سأله السيد براونلو عن طموحه في المستقبل أجاب أوليفر بأنه يحب الكتب ويتمنى أن يصبح تاجرا. وفي أحد الأيام أرسل السيد براونلو أوليفر لشراء بعض الكتب وأعطاه مبلغا من المال ليختبر أمانته. لكن العصابة كانت تراقب المنزل، حيث كانت نانسي وبيل سايكس يترصدون له. وفي السوق هجمت عليه نانسي واختطفته بمساعدة بيل، وأعادوه بالقوة إلى وكر فاجين. حاول بيل ضرب أوليفر، لكن نانسي منعته وحمته. جردت العصابة أوليفر من ملابسه الثمينة وأعادوا له ملابسه القديمة الممزقة، ثم حبسوه في غرفة مظلمة. بدأت نانسي تشعر بالندم والذنب لأنها أعادت الطفل الطيب إلى هذا الجحيم بعد أن وجد حياة كريمة. وقبل ما نكمل الجزء الخامس والأخير ونعرف نهاية القصة المشوقة، لا تنسوا تشتركوا في القناة وتعطونا لايك كبير للفيديو عشان تدعمونا نستمر في تقديم أجمل ملخصات الأفلام. قرر بيل وفاجين استخدام أوليفر في عملية سطو على قصر كبير، مستغلين صغر حجمه ليدخل من النافذة الصغيرة ويفتح لهم الباب. وأثناء تنفيذ العملية ليلا استيقظ أصحاب القصر وأطلقوا النار، فأصيب أوليفر في يده. هرب بيل وترك الطفل ينزف، لكن أوليفر تمكن من الزحف والعودة إلى وكر العصابة وهو في حالة إعياء شديد. سمعت نانسي العجوز فاجين وهو يخطط مع بيل للتخلص من أوليفر بمجرد أن يشفى. قررت نانسي إنقاذ الطفل، فوضعت منوما لبيل في شرابه وتسللت ليلا إلى قصر السيد براونلو لتبلغه بمكان أوليفر. واتفقت مع مديرة المنزل على لقاء السيد براونلو يوم الأحد عند منتصف الليل فوق الجسر لتسليمه التفاصيل. لكن أحد أفراد العصابة كان يراقب نانسي ونقل الخبر لبيل وفاجين.
جون جنون بيل سايكس، وعاد إلى المنزل غاضبا وهجم على نانسي وضربها بعنف حتى فارقت الحياة، ثم أخذ كلبه وهرب. في اليوم التالي انتشر خبر مقتل نانسي في الجرائد، وعلمت الشرطة بمكان بيل. حاصرت الشرطة والمواطنون الوكر الذي يختبئ فيه بيل، وأثناء محاولته الهروب عبر الأسطح تعثر بحبل مشنقة كان قد جهزه، وفزع من نباح كلبه وسقط ميتا. وفي النهاية يعود أوليفر إلى قصر السيد براونلو الذي اعتذر له عما حدث وتبناه بشكل رسمي ليصبح ابنا له. كما زار أوليفر العجوز فاجين في السجن قبل إعدامه، وشكره لأنه آواه في بداياته رغم كل شيء، ووجده قد فقد عقله تماما وظل يبكي على مصيره. وهكذا تنتهي قصة أوليفر، وتتحول حياته من البؤس إلى السعادة والأمان.